ليس لن ننشر هذا الكلام. 1955 أبريل 1955 المصريين بيستعدوا لاستقبال الشهر المحبب لقلوبهم، شهر رمضان. رمضان يعني كنافة، قطايف، يعني أعلام، زينة، يعني وحوي يا وحوي إياحة، وكل الكلام اللي بالك فيه ده. إنما يعني مش كل الكلام اللي بالك فيه قوي. إحنا سنة 55 لسه مفيش تلفزيون، مفيش مسلسلات، مفيش سوق درامي، مفيش موسم درامي. احنا عارفين انه دلوقتي رمضان هو شهر المسلسلات، كل العرض والكواليس والخناقات والجدل بتحتل مساحة كبيرة من الشهر كل سنة. ده ما كانش حاصل. الميديا كانت فقيرة، في زيطة وزنبلطة بس في الشارع الميديا كانت على قدها. حتى الصحف ما كانش عندها قدرة انها تعمل صفحات ملونة وملاحق ومنوعات، وفيش الكلام ده. كانت كل جريدة سيارة بحسب ما تسمح به امكانياتها تعمل ربع، تلت، نص صفحة تسميها وحي رمضان، اجواء رمضان، رمضان يا رمضان. ويجي رجال الازهر يرسلون مقالات لهذه الصحف حسب بقى ما تيسر مما درسوه في الازهر، وهي كانت بتقضى. وكانت الجرايد بتستنى رجال الازهر ايا كان، وكان رجال الازهر بعضهم يحب قوي الحكايه دي وينشر كلام بيتقال كل سنه لكنه بيتقال. عبد الحميد بخيت رجل من رجال الازهر، كان مدرس في واحده من كليات الازهر وقتها، كتب مقالا عن إباحة الفطر في رمضان، أرسلوا إلى جريدة الآراء. من آراء قالت لا يا عم بره عني هذا الكلام، بعتوا للجمهورية. الجمهورية قالت ليس لن ننشر هذا الكلام. ييأس يهمت أبد، طلع على الأخبار. ما تعرفش بقى الأخبار ما قالتش المقال، أو قالت بس يعني خدت حبوب الشجاعة ونشرته، وقعدنا أسابيع ترند الترندات مقال عبد الحميد بخيت ومعركة عبد الحميد بخيت والأزهر وإلى آخره. إيه في هذا المقال خطير إلى هذه الدرجة؟ قبل المقال خلينا أكلمك شوية عن هذه السنة، أو خلينا نقول هذه الفترة. مصر بعد 52 خدت لها شوية وقت عقبال ما الامور استقرت في ايد جمال عبد الناصر. قول سنتين، في اواخر 54 بقى هو الرئيس، خلاص بقى هو تبين ان هو الحاكم، ودخلنا عهد جديد بتوجهات جديده ولغه جديده وافكار جديده، المفروض يعني، وافكار جديده وكله جديد في جديد. ففي ترقب هنروح فين فيما يتعلق بالدين. مش بنتكلم ايه الحلال وايه الحرام، انما ايه موقع الدين في الشأن العام، في الحياة العامة، خصوصا ان العالم كله متغير. يعني مين اللي هيسوق وهيسوق ازاي؟ لذلك في تقديري مصر كانت مرشحة لانفجار هذا الملف على تكة، والتكة كانت هذا المقال اللي بالنسبة لي لا يبدو عفويا بالمرة. الراجل يعني ايه، شوف الإصرار، قعد يبعته الجريدة لحد ما يتنشر. الآن ماذا في هذا المقال؟ الواقع انه عنوان إباحة الفطر مش هو الموضوع، لانه لحد دلوقتي احنا في 2024 لحد دلوقتي، ومع دخول رمضان كل سنة نفس الأسئلة، وإيه اللي يفطر وإيه اللي ما يفطرش، وإمتى ينفع يفطر وإمتى ما ينفعش يفطر، والحقنة وما الحقنة، أنت عارف كل الأسئلة اللي بتتسأل دي. لذلك عنوان المقال مش هو الموضوع. الفكرة إنه قال إنه الصيام ليس فريضة. يمكن في السنين الأخيرة الموضوع ده بقى ممكن يطرح من كل من هب ودب لمواضيع لا كان موضوع شائك، خصوصا لو صدر من رجل من رجال الأزهر. ما ينفعش. طيب ازاي الصيام ليس فريضة؟ هو قرأ القرآن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، انه اللي يقدر يصوم بس مش هيصوم عليه فدية طعام مسكين. انا مش هناقش دلوقتي طبعا الموضوع من الناحية الفقهية لانه ده يعني ليه كلام تاني.
انما هو شاف انه بالتالي من يؤذيه الصيام ولو قليلا، هو قال كده ولو قليلا ما يصومش احسن ويطعم مسكين. فالدنيا ولعت، وكان لازم الازهر يتكلم، والازهر اتكلم، والازهر فعلا خد الموضوع على صدره. انما مش الموضوع، الازهر كان يهمه 3 حاجات في هذا الشأن، لان هما العركة اللي بجد. محدش تقريبا ناقش قصة الصيام نفسها، ولا ايه اللي انت بتقوله ده، ولا ازاي، ولا ردود علمية، ولا ما حدش عمل كده. الازهر اهتم ب3 حاجات. حاجة الأولى إنه هذا ليس تيارا في الأزهر، لأنه في الوقت ده كان في كلام إنه في علماء في الأزهر مسميين نفسهم العلماء الأحرار على وزن الضباط الأحرار. هؤلاء العلماء بيفكروا في اجتهادات جديدة وفلسفة جديدة للدين. هم مين؟ إزاي؟ محدش عارف. هم ظهروا بعد ما 12 المقال يعرضوا تأديبه أو محاكمته أو إلى آخره. ظهر بيان موقع من هؤلاء. الأزهر اهتم بأنه لأ، مفيش كلام ده، فجابوا الناس اللي اسمها في البيان طلعت قالت احنا ما مضيناش، احنا ما لناش علاقة بالراجل ده، احنا يابا لا تبع دول ولا ده، احنا نقر الأزهر في اللي بيقولوا. فده أول موضوع واتضرب في مفاد. حاجة تانية اللي اهتم بيها الأزهر هو التلويش بمكانته عالميا. وخلينا أقول لحضرتك هنا إنه بالفعل الأزهر هو واحد من القوى في مصر بجد. أنا لمست ده لما روحت ماليزيا، لما روحت تايلاند، حتى في الاحتكاك بأجانب بشكل عام. الأزهر هو المؤسسة الإسلامية الكبرى. ممكن يكون في شيوخ بين قوسين علماء، رجال دين، سميهم زي ما تسميهم في أي بلاد تانية، ولهم وزنهم ويعني لهم في الجبال علامات. إنما مؤسسة بتقول الأزهر مفيش في العالم كله. الهند، ماليزيا، اندونيسيا، باكستان، افريقيا، مالي، نيجيريا، غانا، الازهر مؤسسة عملاقة جدا ولا ثقلها. فالازهر حب يقول وقتها انه اللعب في المناطق دي، او انه يعني تطلع حاجات فردية او تيارات جانبية تهز الموضوع ده، هيؤدي الى فقدان الوزن للازهر. وده وزن بتستخدمه الدولة سياسيا، ده مش هزار. يعني اقول لك الدولة بتدفع للازهر مليار، ايوه، وانا لو بقيت رئيس الدولة هضاعف ميزانية الازهر سياسيا، بغض النظر بقى نتفاوض هو بيدرس ايه ما بيدرس، ده موضوع تاني. انما الازهر مؤسسة ما ينفعش ثقلها في العالم يتهز. فبدأوا ينشروا حاجات بيكتبها مسلمين في الهند استنادا الى انه في راجل في الازهر بيقول كلام مخالف للخطاب السائد في الازهر، فده هينذر بانه الازهر هيفقد قيمته او هيفقد ثقله او هيفقد مصداقيته. فالازهر لعبت على النقطه دي تماما 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 واشتغلت بيها. النقطه الثالثه اللي كانت تهم الازهر هي الحيثيات، لانه الشيخ عبد الحميد بخيت لما اتكلم، سيبك من الفتوى اللي قالها، انما هو قال حاجة مهمة جدا في المقال، وهي انه يرى، يعلم، يعرف ناس كتير دول مش بيصوموا رمضان، لكنهم بيضطروا يخبوا انهم بيفطروا، بيروح اماكن بعيدة عشان يفطروا سرا. وهؤلاء الناس، شوفوا الجملة دي هي الأخطر، وهؤلاء الناس أحسن في الدين من صائمين كتير. ده خطر. إيه الخطر؟ إنه بيعمل مرجعية مختلفة للدين، إنه الطقوس، الصلاة، الصوم، إلخ ده كلام مش مهم أو تاني في الأهمية عن المعيار الأخلاقي. وده اتجاه إذا مشي بيهدد السلطة الدينية. السلطة الدينية مش ممكن تبقى سلطة إلا إذا حطت إيديها على التشريع اللي بيظهر أول ما يظهر في الطقوس. لذلك لا هوادة
فيما يتعلق مثلا بالمواريث وأنصبتها، فيما يتعلق بالطقوس، بالحاجات دي، لأنه دي اللي بتخليه واحد إن زي مبروك عطية ولا غيره ولا غيره ولا غيره. إيه اللي يخلي الناس تلجأ له؟ لو إنه بقى عندنا معيار اجتماعي للدين مختلف عن معايير ممسوكة زي الصلاة والصوم وما إلى ذلك، فده كان خطر. الأزهر تمسك بالحاجات دي، وللأسف الشديد عبد الحميد بخيت لم يجد له مناصرين خالص. يعني حتى واحد زي طه حسين لما حاول يقف في دار الراجل عمل ايه؟ كتب مقال عنوانه حق الخطأ. بمعنى ان هو خطأ، بس يعني مش لازم نتبعه عشان هو خطأ، ده اللي بيناصر. انما التانيين والعلماء الاحرار والضباط مش عارف اختفى، كله اختفى. والراجل لقى نفسه في مهب الريح كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق، ومحدش معاه. في الاخر بعد تذبذبات ومرواح ومجي اضطر انه يتراجع. لا مش يتراجع معنى يقول رأي غلط، لا، يقول اصلا المقال ما كانش كده، وانه كان في اخطاء مطبعية هي اللي ادت الى انه الناس تفهم كده. انما انا مش قصدي كده يا جماعة، انتوا عايزينها تدور، انها تدور. اللطيف انه بعد كده عبد الحميد بخيت بقى نمرة، اللي هو بقى ايه؟ عبد الحميد بخيت في ساعة لقلبك. ده بجد مش ترول. ومصر اختارت، لا مش الجمبري، اختارت الدين الكلاسيكي.